السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أبطال، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا وقناتنا أبطال وبطولات. صباحكم جميل وجمعة مباركة علينا جميعا، وإن شاء الله دايما نكون بخير وفرحة وسعادة وإيمان. من أمن العقوبة أساء الأدب، ده مثل حقيقي ينطبق علينا الآن في الدوري المصري. نادي بيراميدز قبل كده كان بيهدد بسحب استثمارات اللي هي أصلا مش موجودة عشان خاطر ترتيب الماتشات وعشان خاطر الحكام الاجانب. دلوقتي لما اتغلب من نادي الزمالك في مباراه قويه ومثيره 3-3 وبعد كده خسروا بضربات الجزاء 4-3، قال لك التحكيم فاجر ولا يحاسب. وطلع رضا عبد العال يطبل بنفس الكلام. رضا عبد العال اكبر هجاص في مصر واكتر واحد بيهيس في التعليق والتحليل المصري، جاي بيقول ان احمد الغندور كان سبب فوز الزمالك، وان التحكيم ضد بيراميدز، وان التحكيم في مصر موجه اهلي وزمالك. طبعا ده شيء غلط وشيء مش مظبوط وكلام لا يعقل. المباراه كلنا شفناها، مباراه قويه، مباراه مثيره، مباراه ما فيهاش اخطاء تحكيميه، وكل الاستوديوهات قالت ان التحكيم كان ماشي كويس. وطرد احمد توفيق كان طرد صحيح لان هو فعلا لاعب عنيف زياده عن اللزوم، وده عارفينه ايام ما كان بيلعب في الزمالك. رئيس والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز بيقول التحكيم مصري فاجر ولن ينصلح ما دام التحكيم فاجر ولا يتم معاقبته، باللفظ كده. طبعا هو في فيديو نزل وكان في تعليق ليه، وكان حتى الاستاذ محمد شبانه علق على الموضوع دوت، وانا كنت طبعا عايز اتكلم فيه امبارح بس طبعا كان الوقت اتاخر، قلت اعمل فيديو صباحي، عملت شورت صغير على الموضوع ده. دلوقتي الفيديو الاساسي اللي هنتكلم فيه باستفاضه شويه. يعني ايه انت تهين وتغلط في لجنه التحكيم بدون ما تعاقب، او انت عارف ان محدش يقدر يعاقبك؟ بيراميدز اتفتح له اتحاد الكوره وسجل عبد الله السعيد يوم جمعه، هو اصلا اجازه رسميه، ولعب، وكان كل ماتشاته في الدوري كان بيجيب حكام اجانب على حسابه، وكانش حد يقول لا، مع ان كان ممنوع على الاهلي والزمالك انهم يجيبوا حكام اجانب. الحكام الاجانب بس في مصر كانت ايام ماتشات بيراميدز، كانت معروف اهلي وبيراميدز، اهلي والزمالك او بيراميدز واي حد كان بيجيب حكام اجانب على حسابه. قال لك انا بدفع التكلفه ما حدش دعوه. يجي الاهلي والزمالك يطلبوا حكام اجانب، يقول لا احنا عندنا تحكيم نزيه وعندنا تحكيم مصر. طب ليه؟ فانتوا اللي فتحتوا الباب لبيراميدز علشان يحط رجله ويدوس على الكل في الدوري المصري. برضه السنه اللي فاتت لما قال لك ماتش السوبر وماتش الكاس هيتلعب بحكام مصريين، بيراميدز قال لك انا هسحب استثماراتي وهدد اتحاد الكوره وهدد المنظومه الرياضيه في مصر ان هيسحب استثمارات اللي هي اصلا مش موجوده. اكبر نادي في مصر بيدفع فلوس، واكتر نادي في مصر بيتلقى هزايم وما عندوش ولا بطوله ولا واحد من الجماهير بيشجعه. فريق الضحك ده بقى فريق الضحك بجد. فريق انا بعتبره فريق كيد النساء زي ما بيقولوا، مع احترامي للستات يعني. مقصود الكلام من امن العقوبه اساء الادب. هو عارف ان هو مش هيعاقب، علشان كده قال اللي هو عايز يقوله بدون ما حد يعني ايه، لا رقيب ولا حسيب، على ممدوح عيد اللي هو المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز. وفي نفس الوقت رضا عبد العال طالع يقول نفس الكلام. رضا عبد العال طالع بيقول ان التحكيم في مصر اهلي وزمالك. التحكيم في مصر اهلي وزمالك. ليه؟ يقول لك التحكيم احمد الغندور كان ضد بيراميدز. طب عمل ايه بيراميدز؟ الطرد ده كان مش طرد. طب اقول لك على حاجه، الشيبي كان يستاهل طرد لما شد زيزو باين مش فاكر ولا مين، وكان طالع انفراد وشد دي عايز طرد، مش هو خد انذار بس هو المفروض طرد، لان كانت هجمه واحده كان عشان خاطر زيزو كان رايح ناحيه الجون وش الجون وكان واخد اتجاهه للجون مظبوط. دي كانت هجمه واحده المفروض طرد، لا اداله انذار بس. يعني هو كمان كرمهم بعد ما طلع احمد توفيق ما طلعش الشيبي، عشان برده كان عارف ان لما يخلص الماتش يقولوا ايه الحق ده عشان يطلع بيراميدز عشان يكسب الزمالك. طبعا ده غلط. شفنا الزمالك بيتظلم في التحكيم ويجامل في التحكيم، والاهلي بيتظلم في التحكيم. بيراميدز اللي على طول بقى يجامل، يعني ما شاء الله عليه، مع ان بيراميدز من اكتر الانديه في مصر بتعمل انذارات وبتاخد طرود، وطبعا ما فيش ماتش اهلي زمالك وبيراميدز لو في طرد ومشاكل وخناقات وناس تضرب بعض ولاعيبه تاخد انذارات على الفاضي والمليان. يعني الماتش دوت فيه طرد، اللي قبليه كان فيه طرد، والاثنين لبيراميدز. يعني لو لاحظنا الطردين اللي حصلوا الماتش ده والماتش اللي قبله كانوا لبيراميدز. فبيراميدز من الناس اللي يعني ايه بتلعب ماتشاتها بعدم نزاهه تحكيميه. انا بعتبر لان هي تجامل وليس العكس. يعني بيراميدز
بالبلد كده في ناس عملوا له حساب. يعني اسلام صادق في البرنامج بتاعه اللي بيجي في التلفزيون، كل ما حد كان يجي يتكلم على بيراميدز يقول لا لا بيراميدز كل احترام مش عايزين نتكلم عنه. طب ليه؟ ما انت بتقطع في الاهلي على طول 24 ساعه. ولو مع الاهلي كويس انك تتكلم عليه، واللي مع بيراميدز لا ده نادي محترم مالناش نتكلم فيه. له كل التقدير واحترام وما نتكلمش عنه. طب ليه؟ وعلى راسه ريشه. فنرجع ونقول نفس الكلمه ونفس المثل: من امن العقوبه اساء الادب. ان هو فريق عارف وهو نادي عارف ان هو هيتكلم وهيقول اللي هو عايزه، ما حدش هيعاقبه ولا هيحاسبه. في حين ان الاهلي مع اقل حاجه لما حسين الشحات ضرب الشيبي، بيراميدز كله عمل مشكله والدنيا وقفت على رجله ولازم اللعيب يتشطب ولازم اللعيب يتوقف. ولولا ان اللائحه بتقول ماتشين و20,000 جنيه كان مش عايز اقول لك حسين الشحات ممكن يلبسوه قضيه ويحبسوه. طب انت دلوقتي عملت ايه طيب؟ لما يا بيراميدز عمل ايه بقى للراجل اللي كان بيتكلم؟ ما عملش حاجه. رضا عبعال ايه اللي حصل له بعد ما اتكلم؟ ولا حاجه. اتحاد الكوره هيعمل حاجه ولا لجنه التحكيم؟ ولا حاجه. مش غير محمد شعبان اتكلم واليوتيوبرز زي حالاتنا كده اللي اتكلموا عن الموضوع ده، لان موضوع زي ده ما ينفعش يمر مرور الكرام. يعني انت قلت كده، طب الناس هتقول ايه؟ ممكن بقى الاهلاويه يجوا، طبعا احنا عارفين علاقه الاهلاويه والزمالك الحمد لله دلوقتي على احسن ما يكون، وده الجزء الثاني في الحلقه واهم جزء في الحلقه. سواء كان الموضوع ده مهم، لان ده هيفتح باب ان ناس كتير تغلط وتنتقد حاجات كتير بتحصل دلوقتي. فمش عايز اطول الموضوع ده عشان الموضوع ده يعني بيضايق. ان شاء الله نشوف رد فعل اتحاد الكوره، وان شاء الله نشوف رد فعل لجنه الحكام. الاهلي والزمالك بيدعموا فرقهم، وفي يعني قلنا امبارح رابطه الانديه عملت بوست كده وعملت طلب للامن ان هي عايزه الساعه الكامله اهلي وزمالك في الكاس. طبعا ده شيء محترم جدا، وممكن كمان ان شاء الله يحصل ساعه كامله الاهلي والزمالك في الدوري، والدوري قبل الكاس. يعني الدوري هيبقى في 12 او في 1 والكاس ان شاء الله يبقى في 3. احنا ممكن ان شاء الله ربنا ما يجيب شر في ماتش الدوري لو فضلت الروح الرياضيه الجميله عايشه ما بين الفرقتين. كابتن حسين لبيب راح زار السيد الوزير عامل فرق، ربنا يشفيه ويكرمه ويشفي كل مرضانا ويكون مع اخواننا في فلسطين ويرزقهم ويكرمهم وينصرهم. راح وزارهم الكابتن الخطيب على وعد ان هو كان يروح نادي الزمالك يعمل زياره كابتن حسين لبيب، وحصل بينهم تليفونات ومباركه لنجاح مجلس اداره نادي الزمالك. وفي حتى روح محترمه، حتى قالوا فتوح عايزين تاخدوا فتوح خدوه بس عن طريقنا. الاهلي قال لو انا هشتري فتوح هشتري من الزمالك، مش هشتري اللاعب لما يبقى فري، مع ان كل الفرق شهر والاهلي يعني 50 يوم بالظبط. والاهلي لو تعاقد مع اللاعب لوحده هيوفر على نفسه ملايين. لو خدوا من الزمالك ب 20 مليون 30 مليون 10 مليون هيدفع فلوس، لكن لو خد اللاعب فري مش هيدفع ولا جنيه. وذلك الاهلي احترم ده وقال ان الزمالك انا هتاخذ السبل القانونيه والشرعيه لشراء اللاعب ده لو انا هشتريه كمان. الزمالك والاهلي في الجمهور كمان، جمهور الزمالك في الدقيقه 74 رفع كشافات الموبايلات ذكرى شهدائنا شهداء ال 74 بتوع بورسعيد. والاهلي كان بيندف في ماتش بتاع سان داونز وماتش سيراميكا وماتش سيراميكا تالتة يمين اخواننا اليوم الدين، روح جميله وروح محترمه. وفي سان داونز برضو كانوا بيغنوها في تالتة يمين. يعني احنا عايزين الروح دي تسود دائما بين الفرق وبين اكبر ناديين في مصر وافريقيا، اهلي وزمالك وعرب. فان شاء الله يعني ربنا يديم الخير. وتاني مفروض انا بناشد اتحاد الكوره لو حد منهم هيسمعني او حد من الجمهور بيسمعني، ويا ريت تعليقاتكم وتقولوا لنا رايكم ايه. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك معانا وفعل زر الجرس. الموضوع بتاع بيراميدز ده لا يمر مرور الكرام، ولازم حد ياخد موقف حاد وحاسم فيه، عشان بعد كده اي حد ممكن يتجرأ على لجنه الحكام واتحاد الكوره. كان معاكم احمد زيكو على فيديو صباحي على قناتكم ابطال وبطولات. انتظرونا وان شاء الله في كل جديد ومفيد وكل حاجه تليق بيك. السلام عليكم.